اهلا اهلا. النهارده هنتكلم عن الفرق بين اسم لين واسم ليان. لو انت محتاره تسمي لين ولا ليان، استني كده نفكر مع بعض واقولك وانت اختاري بنفسك. يلا. اول حاجه هنبدا بيها النهارده هو اسم لين. ولين في الاول كده معناه اللين والرخاء والرفاهيه والسهوله في التعامل. يعني لين دي شخصيه سهله في التعامل، جايه من اللينه اللطيفه يعني. اما بقى ليان معناه العيشة الهنية والراحة والرفاهية، وهو اسم بيوحي بالسعادة والبهجة. يعني هتحسي كده ان في سعادة وبهجة في حياتك. تمام. تعالوا بقى نشوف صفات اسم لين، وتعالوا نشوف صفات اسم ليان، عشان ايه نعرف نقرر في الاخر، نطلع من الفيديو ده عارفين نقرر احنا هنسمي ايه. صاحبة اسم لين بتكون شخصية هادية وكيوت كده، وقلبها طيب جدا، وبتحب تساعد الناس واللي في ايديها مش ليها، وحساسة جدا وبتراعي مشاعر الناس، وحد كده كيوت وهادي جدا مع نفسه. بتميل جدا للهدوء والعزلة، يعني مش حد شقي ومشاغب، يعني لا، حد هادي كده وبيحب يقعد في هدوء. كمان بقى صفات اسم ليان. عندنا بقى صفات اسم ليان بقى مختلفة شوية عن لين، لأن ليان بتحب الاجتماعيات وبتحب الهزار وبتحب المرح وتحب الضحك، وحد اجتماعي جدا وحد فرفوش وبيحب الدوشة وبيحب الهيصة وبيحب اللمة وبيحب الناس. ليان شخصية يا جماعة واثقة في نفسها جدا، شخصية محبوبة بين الناس، ليها كاريزما كده معينة، وقعدتها الناس ما تملش منها أبدا. وبتحب جدا تجرب كل جديد، يعني بتحب التجارب وبتحب يعني تجازف وتجرب ده وتجرب ده وتجرب ده، حد ملوش في الهدوء، عكس اسم لين هادية بطبعها وكيوتة. لو هتقولي لي بقى ايه الفرق بين لين وليان، هقول لكم ان لين اسم بيعطي احساس بالرقة، بيديك احساس بالرقة كده، حد رقيق وهادي وناعم كده، حد ناعم كده وسلس. اما بقى ليان فهو بيعطي احساس بالفرح والسعاده والمرح والحيويه والنشاط. يعني انا برضو وجهة نظري في لين وليان الاسمين دول كده. قولولي ايه اكتر اسم عجبك، لو انت حامل هتسمي لين ولا هتسمي ليان؟